اشيل واحده منهم. شيلي شيلي محمد هنادي شيل. لما تكبر بقى ما بتطول الريش بيبيض تبقى بطول الشخص. هنركبك عليها. تبقى بطول الشخص كده صح؟ ما شاء الله حلوين ما شاء الله. دي ميتهم؟ لازم الارضيه بتاعتهم تبقى رمله، تربى على رمله كده. رمل ومفيش حصو. ونوع الاكل بتاعهم بقى بيبقى نوع مخصص يعني. ما شاء الله. بياكلوا بقى الفول الصويا ده؟ لا ده بتاع الفراخ. هو تحط لها، حط كده واحدتين يا ستي. لا مفكرتش. هو ده خشن؟ لا بس على شكل. ليه ده نعم. اسمه ايه؟ رومي؟ نعم رومي. اكلهم ايه بقى؟ على فوق. مينفعش اشيل واحده؟ شيلي يا بنتي، ما بعملش حاجه يا ستي ده رومي ده. نعم رومي. نعم والله. حط لهم ميه بقى بس الجو حر عليهم. ما شاء الله اللهم بارك. لازم يتربى بقى في مكان يكون جيد التهوية ويكون فيه هواء ورمل. لازم يتربى يعني في بيئة معينة وجو معين، بياكل أكل معين كل حاجة معينة. بس ما شاء الله لما بيكبر ده بقى النعام بيوصل لطول البني آدم كده، بقى أطول من البني آدم كمان. ما شاء الله اللهم بارك. شوف تحسوا ان هم جايين حابين ان هم يتصوروا. ما شاء الله. دول كده عمري شهرين. ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يزيد ويبارك يا رب. اللهم صل على النبي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين هم بيحبوا كده، عايزين يفضلوا يمشوا ويجروا كده في قلب الرملة يعني. ما شاء الله. ما شاء الله اللهم بارك. تحط عليك وحطوش بقى اكل تاني الصبح وبالليل بقى في مكان يكون فيه تهوية ويكون فيه رمل. حته صحراء. بعد ما بيكبروا بس بتاع اللي فيها محلول الجيش بتاعتهم بتاعت الفراجة. ما شاء الله. بس عايزين نشرب قهوة بقى. يلا اعمل لك عندكوا قهوه. قهوة؟